ها علاش المصريين عجبتهم اكادير؟ بينزلوا يشتروا اللي هم عايزينه وما بياخدوش منهم فلوس في اغادير. لو النبي والله لدرجة ان طه مراسلنا في الدار البيضاء انا كلمته والحقيقة يعني قلت اعمل عمل خيري، يعني قلت له ايه زمايلك في اغادير ما بيدفعوش مليم، انت هنا بتعمل ايه؟ قال لي لا احنا هنا بندفع فلوس عادي. ايه اللي وداك غريب؟ احنا في عجيبه. ايه القصه دي يا عراقي؟ احنا هنا في اغادير ما بندفعش حاجه خالص. ده بجد والله؟ والله يعني في حاجات كتير جدا الناس ما بترضاش فعلا، والله دي حقيقه. لا اديني مثلا. ما بيحطش ايده في جيبه، عراقي ما بيحطش ايده في جيبه. لا ده حوار ده. تكوسه في اوقات كتير، محلات اكل مثلا اللي هو ما يبقاش معاك، يبقى مثلا فيزا يقول لك لا خلاص مش واخد. الراجل ده كريم جدا. اوقات كتير جدا يعني بجد حصل كذا موقف يعني ده ايه ده؟ شبه كده يعني. ناس طيبين قوي يا خال. ده ايه ده بجد والله؟ وديني اغادير. والله انت هتنبسط. محمودي انا عايز اروح اغادير. يعني ما ده غريبه جدا بصراحه. يعني طبعا المغرب اهل كرم وكل حاجه، بس دي تصرفات يعني معديه الطبيعي سيكا يعني. لا شيء رائع شيء لا رائع. انا مش عايز، ده انا كل ده ما بكلمكش على بقى اصحابنا اللي هم المغاربه اللي هنا يعني، ده دول بقى شايلين لنا شيله ثانيه خالص. مش هكلمك بقى على اصحابنا عاملين ايه معانا. عزومات؟ لا بس ده طبيعي. لا العزومات دي حاجه قليله. طيب في ايه؟ ايه اللي اكتر من العزومات؟ ايه طيب؟ لا يعني ما اقصدش يعني كل حاجه يعني هم معانا على طول يعني، اللي هو عايز تتحرك بيجيبوا لك حاجه تتحرك بيها، عايز تروح تشوف مكان ياخدوك تشوفه، يعني اللي هو كل حاجه شايلينك يعني. تور جاي.